لو المعجنات ما تطلعش معك بالهشاشة والخفة هدي، الفيديو هدا العجينة الناجحة لما تضبطي أسرارها تقعدي تديريها كل مرة وعيونك مغمضة. وهي تعتمد على 3 حاجات أساسية: النسبة والتناسب ما بين المواد السائلة والدهنية والجافة، وتعتمد على نوع الدقيق، وتعتمد على مدة الراحة ومدة التخمير. المقدار اللي بنعطيه لك أنا اليوم ده يعتبر كبير نوعا ما، فبناخد كوب من المية الدافية وكوب من اللبن، واللبن مش نفس الحليب راهو وما يعطيش نفس النتيجة هما الاثنين. كوب اللبن هذا تقدر تديريه كوب أو تقدر تنقصي منه، تقدر تديري نص كوب لبن والباقي الكوب تكمليه مية عادي، أو حتى ربع كوب لبن والباقي تكمليه مية، بس المهم السوائل تكون كوبين. ونقدروا نستبدلوا اللبن بالزبادي عادي جدا. بالنسبة للخميرة درت ملعقة طعام من خميرة البيرة، كمية العجينة تعتبر كبيرة وفي نفس الوقت الجو مصقع فنحتاجوا الكمية هذه. 3 ملاعق من السكر يعتبر غذاء للخميرة. نجول الدقيق، كوب واحد من الدقيق في مرحلة التخمير. أغلب الأحيان ندير في مرحلة التخمير اللي هي هذه، نخلط المواد السائلة مع شوية من الدقيق والخميرة والسكر عشان تحصل على أفضل نتيجة معجنات بدقيق بيكون الجودة متاعها ممتازة، زي دقيق بريمة اللي نستخدم فيه. بالنسبة لي أنا نخل الدقيق أو تغربيل الدقيق هذا ضرورة وليس اختيار. الدقيق ما شاء الله نظيف وخفيف ولكن محتاجة للنخل، ضروري ننخل الدقيق. الخليط هذا اسمه خميرة، بهيك تتأكدي من فعالية الخميرة. في نفس الوقت عجينتك تعتبر تخمرت لمرتين وهذا بيعطينا نتيجة أفضل. شوفوا كيف مدايرة عيون. الخطوة هذه تقدري تديريها سكيب عادي، تعجني كل شيء في مرة واحدة. حطيت نص كوب من الزيت وهذه النسبة المناسبة لكمية السوائل، كمية الزيت تكون ربع كمية السوائل. حطيتها في العجانة وحطيت باقي كمية الدقيق، 5 أكواب من الدقيق، يعني كل كوب من السوائل نبيله 3 أكواب من الدقيق. والملح ديما حطوه مع الدقيق لأنه ينقص من تفاعل الخميرة. توا جاهزة ان احنا نعجنوها ونسبكوها. لو بتعجنيها بالعجانة حتاخدي نتيجة سمحة وأسهل، يعني في فرق واجد بين العجن بالعجانة وباليد. لو بتعجنيها بيدك عجنيها لميها المرة الأولى، غطيها وارجعي اسبكيها بعد 10 دقائق، حيكون عجنها سهل وحيكون هنا تفاعل الجلوتين بتاعها. طبعا كل ما عجنتيها اكثر كل ما حصلتي نتيجه افضل، لكن احنا هنا بنديروا معجنات عاديه ماناش مديرين بريوش، فعادي يعني المهم يكون سطحها ناعم. وخديت بخه من الزيت. شيشه الزيت هذه عمليه لازم تكون عندك في رمضان، سهله الاستخدام. تو نغطيها كويس ونخليها تتخمر لمده ساعه او ساعه الا ربع اقل شيء. اعطيها وقتها في التخمير لكن ما تعطيهاش وقت زياده عن اللزوم لانها بتطلع لك طعمه خميره بعدين. التخمير يبي رطوبه اكثر من انه هو يبي مكان دافي. طبعا في الجو المصقع هذا تقدري تسخني الفرن بتاعك تكون حرارته يدوب دافيه مش ساخنه، وتحطي فيها العجينه وتسكري عليها هيك انت تضمني الحراره والرطوبه مع بعض. توا خلوني ندير معكم حشوه الخبيزات المعتمده عندنا من يوم وعيت على الدنيا واحنا نديروا فيها. لحم مفروم شوحته على النار وحطيت عليه بصل مبشور او مفروم ونحركهم مع بعض. ملح وبزار بريمه. مدايري لكم نوعين من الطماطم الاحمر، طماطم ساده او طماطم بالثوم. شوفوا لون الطماطم يشهي. حطيت منه كشيكين طيب ونخليه لحد ما يطيب اللحم والبصل. لو استحقت تزيدوه شويه ميه حطوا له شويه ميه على نار هاديه تطيب شوي عليها. يا بنات الحشوات متاع الخبيزه ضروري ما تكون ناشفه من اي سوائل، لازم هيك يكون منظر الطنجره لما تطفي عليها. اخر اضافه اللي تعطي نكهه رمضانيه هي البطاطا المقليه والمعدنوس المفروم. طبعا البطاطا حتى تكتر لنا الحشوه اكثر. توا شوفوا العجينه تخمرت وجاهزه وكل شيء. توا عجينتها تخمرت وجاهزه، انا قسمتها على 3. بنبدا بالابواق. فردت العجينه مستطيل وتقطعوها بالشكل هدايا. كيف تعرفي ان عجينتك مضبوطه صح 100%؟ تلقي روحك لما تفرديها ما تستحقيش ان انت ترشي عليها دقيق واجد، يعني بس يدوب شوي شوي. وناخذ الابواق بدون ما ندهنها برمتها بالشكل هذا بالطريقه هذه وتسكروها كويس. حطيتها على ورق زبده. عاده ندهن في معجناتي بدحيه مخلطه معها زيت مع بعضهم كي مخلطتهم كويس، وترشوها عاد بالسمسم زي ما تحبوا. وهنا نخلوها على جنب ترتاح. اغلب الناس يتجاهلوا في النقطه هذه ويكونوا مستعجلين على انه يحطوها في الفرن، لازم ترتاح. الخبيزات الرمضانيه العجينه مكورتها ونفردها بالشكل هذا ونحط الحشوه ونسكروها بطريقه خطيه. تقلبوها. انا دارين نعلم فيكم على حاجه هي يعني معروفه بس نشرح. دهنتها بنفس الخليط دحي وزيت، رشيت عليها شوفان ولازم الشوفان تطبطبوا عليه هيك من فوق بالفرشه عشان يلصق، ضروري حتى هي ترتاح. تقدروا ان انتم تحطوا عليها نايلو. تو بنجول الاقراص البيتزا وكيف تجي منفجه. انا تقريبا كل يوم ندير فيها بصراحه، فانا عجينتي مقطعتها كور، والامانه انا نفرد في كل حبه بروحها، نحب نفردها بالدرابه بالشكل هدايا. بتديري فيها ثقوب العجينه تدهنيها بصلصه البيتزا. شوفوا انا حنزل لكم طريقه صلصه البيتزا متاعي، لكن اللي ما جربش صلصه بريمه لازم يجربها. جاهزه الاستخدام مباشره، فيها توابل فيها زعتر رهيبه، طعمتها رهيبه وريحتها فايحه. الصلصه لا تحطيها وهي ساخنه على العجينه ولا تحطيها وتكون مسقعه على العجينه، لازم تكون في درجه حراره الغرفه. الجبنه ديما نخلط بين الشيدر والموتزاريلا. حطيت زيتون ذره والفلفل الاخضر الحار احلى حاجه في البيتزا، بس انا صغاري ما يحبوش الحار. واجد منكم سالتوني كيف البيتزا تطلع منفجه لانها مرتاحه. خدوها قاعده، العجينه في رمضان ترتاح اكثر من نحن راهو. الابواق متاعي حطيتهم في الفرن يكون
مشغل من فوق ومن تحت وعليه أعلى درجة حرارة، وتحطها في آخر رف من تحت وتطيب بسرعة بسرعة بسرعة، يخليك بجنب. حتى لون العجينة يقول لك إن العجينة هذه خفيفة ولا لا، يقول لك إن العجينة هذه ريشة ولا لا. وهذه الخبيزات متاعي بعد ما طلعتها الريحة رمضانية بامتياز. بخة واحدة من زيت البركة تزيدها لمعة ونكهة. الزيت هذا عملي جدا، تقدري من تو تاخديه وتجهزيه لرمضان، لازم يكون من ضمن تجهيزاتك في رمضان. والبيتزا حتى هي طيبتها على أعلى درجة حرارة عندك في الفرن وتحطها في الرف اللي من تحت. بس الفرق أنا البيتزا ما نشغلش عليها من فوق إلا في آخر دقائق، بس يدوب حاجة بسيطة نشغل عليها من فوق، لأني بنحب منظر الجبنة كيف تطلع هيك شكلها. سامحوني الفيديو طويل شوي، لكن بعد الفيديو هدا أنت بتولي خبيرة في العجينة، حتكوني معروفة في العيلة بعجينتك، إن فلانة عجينتها خفيفة هشة، والحاجة اللي تجيبيها أنت حتكمل في لحظة، وحيحبوها الكبار والصغار. وبس في حفظ الله.